كل شي بدأ لما دخلت المتوسطة من كان عمري 12 سنة بس. شفت بوقتها ابوك تليفون ابوي حتى اصور فيديوهات وامنتجها، وهذا هو التليفون محتفظ بيه لحد هسه، مع انه هو بدون شاشة بس محتفظ بيه لان هو بداية القصة كلها. شفت ابوك التليفون واصور بيه فيديوهات وامنتجها انا واخوي، مرات بوحدي. جيت اصور فيديو وامنتجه، اخذه اسوي له كات، احط له ميوزك، احط له تكست يعني كتابة على الفيديو والى اخره، واصدره. مجرد فيديو بسيط يعني، مجرد شي تعتبرها هواية لا اكثر، فشي ثانوي بحياتي. بس ما توقعت انه هذا الشيء الثانوي اللي بحياتي راح يكون هوايتي المفضلة بالحياة، ومستحيل اني استغني عنها مهما كبرت ومهما تغيرت. طبعا كانوا اهلي رافضين هاي الفكرة كلها، وكانوا خليني على راحتي يعني مراهق وطفل ويتصرف بعفوية وفتشي هو حابه وراح ينساه ورا شهر شهرين. بس اعتقاد اهلي كان غلط 100%. كنت ابوق التليفون كل ساعة واصور بيه وامنتج بيه، وكان المونتاج ياخذ مني نص ساعة، ساعة، ساعتين حسب الفيديو اللي منتجه. والفيديو اللي كنت منتجه يعني طوله يا دوب 30 ثانية 20 ثانية، يعني مشهد صغير تمثيلي لا أكثر. مع أنه الأطفال اللي بعمري كان همهم الوحيد أنه فقط يلعبون يعني يتونسون بوقتهم، أما أنا فكانت تسليتي الحقيقية لما أخذ الفيديو ومنتجه. ضليت على هذا المنوال سنة وسنتين وثلاثة، يعني دخلت إعدادية، وهذا هو بعد شغفي. طبعا أنا أصلا ذات نفسي ما كنت متوقع يوم من الأيام أني راح أتمسك بهذه الهواية، بس جيت مكمل بعد. مع انه اهلي كانوا يقولوا لي هذا الشيء بدون فايدة، اهتم بدراستك، ركز على دراستك، بس انا لا، كنت طايقهم بعرض الحائط ومكمل بهوايتي. لما دخلت لسادس اعدادي اللي هي اهم سنة واخر سنة، والمعدل اللي راح اجيبه بهاي السنة على اساس راح يحدد مستقبلي وراح يحدد انه انا فاشل او ناجح، جيت هم بهاي السنة اسجل وامنتج يعني فشي ما يدخل العقل صح. هم كنت طايق الدراسة بعرض الحائط، مع انه حلمي كنت ادخل معهد نفط. اللي ما يعرف شنو معهد النفط، معهد يراد لمعدل اقل شيء 95 96، وهذا معدل عالي يعني لازم انا ادرس ليل نهار على مود اجيب هذا المعدل بالاخير. بس مع ذلك كنت اشوف ان سعادتي لما اصور فيديو امنتج فيديو، والاهل ما كانوا يقصرون بالانتقادات، انت فاشل، الشغله كلها بدون فايده، جاي تضيع وقتك، يعني مسامير وحكي ما يخلص. على العموم هذا كله كنت بوقت يا اما اخذ الايباد مال البيت واسجل بيه وامنتج بيه. وطبعا اهلي من النوع الصارم من ناحيه التليفونات، فما كان عندنا تليفون، يعني ما كان كل واحد عنده تليفون بالعائله، لا، والبيت كله كان مشترك بايباد واحد، وهذا الايباد نفسه انا جيت اخذه واصور بيه، وظلت هاي الهوايه تنمو بداخلي، وجيت اتعمق بعالم المونتاج اكثر واكثر، وجيت ادخل بعالم اليوتيوب همين، ودفتح قناه يوتيوب، والحمد لله والشكر فتحت قناه يوتيوب لحد ما خلصت السادس. وطبعا يعني نتيجه متوقعه من تصرفاتي ومن الدراسه الزفت اللي كنت ادرسها، جبت معدل 57. جبت معدل 57، وحتى ما انقبلت كلية، رحت دخلت معهد ومسائي، يعني مو معهد صباحي، لا، معهد مسائي، يعني كلش اقل شيء. بس على الاقل دخلت اختصاص يعني حلو فلوس، اللي هو اختصاص التبريد. على العموم دخلت للمعهد واشتريت اول تليفون، لان بعد يعني طالب جامعي في شيء اكيد اشتري تليفون، ما معقول ادخل جامعة وانا ما عندي حتى تليفون. فاشتريت هذا التليفون، اعوى وارخص تليفون من شركة تكنو بوب 7. ما انصح اي واحد يشتري هذا التليفون لأن حرفيا راح ينجلط. طبعا هذا التليفون يا دوب يفتح واتساب، ويا دوب تقدر تخابر بيه، يعني حرفيا اللاج بيه مو طبيعي. تدخل الباسورد الصبح ينفتح عندك العصر، ومع ذلك انا كنت اخذه امنتج بيه واصور بيه، واكو فيديوهات بالقناة هواي، يعني هي اصلا بداية القناة كانت بهذا الزفت اللي جاي يشوفونه. بعدين قبل لا ادخل للمعهد، هاي تقريبا يعني بشهر 12، لان المرحلة الاولى دائما متعلس بالحكي، لأن المرحلة الأولى دائما تتأخر لحد ما تطلع القبولات ويخلصون دور ثالث وإلى آخره. قبل لا أدخل المعهد بأسبوع عرفت إنه اختصاصي يحتاج لابتوب، فرحت لأهلي وقلت لهم يابا ترى محتاج لابتوب، لازم تشترون لابتوب، أكو مواد أدرسها إلا باللابتوب. فما دام أهلي يعني أكثر أهل حريصين من ناحية الدراسة، فشي أكيد جابوا اللابتوب. نفس هذا اللابتوب هسه حاليا جاي اسجل بيه. مواصفات متواضعة كلش، 8 جيجا رام، ذاكرة تخزين 256 جيجا بايت اس اس دي، معالج كور اي 5 الجيل السابع، يعني جدي كان يشتغل بيه. فلما اخذت اللابتوب
فتحت قدامي ابواب المونتاج الواسعه، لان المونتاج على التليفون ترى محدود. ايش قد ما كنت انت محترف بالمونتاج، مستحيل تطلع نتيجه حتى متوسطه، يعني ما تطلع نتيجه متوسطه بالتليفون مستحيل، لان اكو فيديوهات لازم تعدلها فريم فريم، وهذا الفريم ما تقدر تحركه الا بالكيبورد، فتعمقت اكثر بالمونتاج. فانا لما قضيت اللابتوب نزلت اول برنامج مونتاج اللي هو كاب كات الكمبيوتر، قلت خلاص انا بعد لقيت شغفي راح افلش الدنيا. المهم كانت عندي احلام كلش كبيره، وهذا الحكي كله انا بوقتها كان عمري 18 سنه، وجيت بوقتها توني كارت تليفون يعني خاص بي، يعني بعد كنت بخترع من عنده، ما مصدق عندي تليفون وما مصدق كان عندي لابتوب. فحرفيا كنت طالع من الكهف. مرت الاسابيع والاشهر وبديت اتطور بالمونتاج اكثر. بهذه الاسابيع والاشهر كنت حرفيا عايش بجحيم من وراء اهلي اللي كانوا 24 ساعه ينتقدون شغل بمال المونتاج، ويقولون انت فاشل وجبت معدل ناصي واحنا صرفنا عليك انت بدون فايده، وشغلك هذا كله مضيع الوقت، واهتم بدراستك واهتم بدراستك واهتم المهم كانوا يبزوني بسامير، والحكي مالهم ما يخلص. وحتى الاصدقاء يعني اللي تعرفت عليهم بالجامعه، اللي اعتبرهم هسه حاليا اخوتي، يعني اكثر اصدقاء مقربين اللي تعرفت عليهم بحياتي، هم كانوا يقولوا لي عوف المونتاج، عوف اليوتيوب، ترجع تفشل روحك هيك على الخالي بلاش بدون لا فايده ولا عاده، لا في الاسطاب بجيبك لا شيء. هم ما يدروا انا جاي ابني ثروتي، تمام؟ يعني هي مو ثروه بس يعني جيت ابني مصدر رزقي حرفيا. فجيت اكمل بالمونتاج، اتعلم اكثر بالمونتاج، لحد ما خلاص قلت لازم ادخل للفريلانسر. خلصت الكورس الاول مال السنه الاولى بالمعهد، وقلت لازم ادخل لهذا العالم. دخلت الموقع خمسات، دخلت الموقع مستقل، اشتغلت كم شغله، منتجت كم فيديو الحمد لله، وجبت فلوس حلوه، بس مع الاسف ما قدرت اسحبهن، ما قدرت اسحب ربع دينار. فالطريقه الوحيده اللي جيت بوقت استفاد منها بالفلوس هي يا اما انه اشتري منتجات رقميه، يا اما انه ادخل اشتراك مثلا بمواقع، او ادخل اشتراك بكاب كات. وبدا الكورس الثاني ولهيت اكثر شيء بدراستي، ولهيت همين بالقناه، والحمد لله والشكر كانت بوقتها طفره كبيره بقناتي، يعني طفرت من 600 مشترك الى 2000 مشترك، طبعا طايره من الفرح. كملت الكورس الثاني مال السنه الاولى مالتي بالمعهد، وقناتي كانت بوقتها ماتت لان قطعت فتره عن اليوتيوب حتى ادرس الامتحانات الميد والفاينل فمن بدت العطله الصيفيه اللي كانت بين المرحله الاولى والمرحله الثانيه، قلت لازم بعد اطلع فلوس مثل ما طلعت فلوس بالعطله الربيعيه اللي هي عطله نص السنه. فجيت بوقتها توني عارف المحافظ الرقميه او العملات الرقميه اللي هي اليو اس دي تي، البيتكوين الى اخره، واكتشفت انه اقدر بهذه المحافظ انه استلم فلوس من العملاء. فقلت خلاص راح ادخل للفريلانسر مره ثانيه، بس مع الاسف هذه المره رب العالمين ما فتح بوجهي، سدها بوجهي حرفيا، بحيث ما جالي ولا عميل واحد بهذه الفتره. فبدل ما اركز على القناه اكثر واكبرها اكثر، سويت فد شي غبي كلش، انه دخلت بمجالات ثانيه بدل ما اكمل بالمجال اللي انا احبه. دخلت بمجال التداول، دخلت بمجال المنتجات الرقميه، المهم دخلت بمجالات هواي، ولا وحده جبت من عندها ربع دينار، وكلها كانت نصب واحتيال، يعني ادفع لفلان فلوس حتى على اساس يدبل لي اياها فياخذها ويشرد. فبين قوسين يعني ظليت اخسر ما اربح. فانا ما ربحت شيء، لا كبرت القناه مالتي ولا تعلمت مونتاج اكثر، وهم يعني خسرت فلوس. فكان اكبر خطأ بحياتي وما راح يتكرر ان شاء الله، وهو انه اكمل بطريقي اللي بديته، تمام؟ ما اروح عن لا يمنى ولا يسرى، حتى لو كانت بقية الطرق مغرية. يعني مثلا التداول يعني مثل ورد تقدر بثانية ثانيتين تطلع راتب مال مهندس، تمام؟ فقلت خلاص هنرجع للقناة وارجع للمونتاج واتطور اكثر، عسى ولعل انه القى لي شغل بشركة. فكملت باليوتيوب، وبنفس الوقت بدت السنة الجديدة بالمعهد اللي هي المرحلة الثانية، وظلت اداوم واشتغل باليوتيوب، اداوم واشتغل باليوتيوب، واتطور بالمونتاج اكثر واكثر، ونفس الانتقادات من الاهل والاصدقاء ونفس المشاكل، وحرفيا كانت نفسيتي تعبانة. لحد ما مرة من المرات كنت طالع بوقتها بالسيارة، فشفت واحد من اصدقائي القدام اللي كنت اشوفهم بالايام مال المتوسطة، وقلت له انه انا يوتيوبر، دخلت بمجال المونتاج همي يعني اليوتيوب. فقال لي انا حاليا جاي اشتغل بشركة اذا تريد تشتغل ويانا. ففرحت صراحة، دزيت الرابط مال قناتي، قالوا لي عندك مقابلة باليوم الثاني. صراحة انا طرت من الفرح، قلت خلاص بعد راح اشتغل. رحت قابلتهم واستفسرت ساعات الشغل، شلون راح اوافق بين الدراسة او دوامي بالمعهد والشغل، ومع الاسف ما قدرت اشتغل وياهم، لان حرفيا كانت ساعات الشغل بالشركة تتعارض
ويا ساعات دوامي. فبوقتها صراحة يعني ضجت كلش هواي، لان كان بوقتها الراتب حلو بس ضاع كل شيء. فكنت يائس، حرفيا كنت يائس. قلت انا اكمل شغل باليوتيوب، والحمد لله والشكر كملت شغل باليوتيوب. طبت ب 3000 مشترك، وهسه حاليا حتى الان انا نايم ب 3000 مشترك، لان ما جاي اشتغل باليوتيوب هواي. لحد ما بدت امتحانات نهاية الكورس الفاينل، كنت بوقتها ضايش كلش. حالتي ميؤوس من عندها. كنت بوقتها من صدق احس بنفسي انسان فاشل، بس ما كنت ابين لحد انه انا كنت احس بنفسي انسان فاشل، لا كنت بالعكس اقول لهم انا راح اوصل، وانا يعني بالقوسين مكبر راسي قبالهم، فهمتوا يعني. لحد ما يوم من الايام صار عندي شوية كم فلس، وقلت انا اصرفها شوي على نفسي، فقررت اني اشتري هذا الكيبورد اللي تشوفونه هسه قبالكم. رحت يوم من الايام اتصلت على واحد من قرايبي، قلت له انا بدي اشتري كيبورد، يعني هو خبير بالحاسبات. فقلت انا خابر له هو يدبر لي كيبورد منا. فقال لي تعال فلان محل. رحت لهذا المحل، ورا ما رجعت من الامتحان كنت بوقتها مسطور سطر حرفيا، كنت تعبان وهلكان، وكنت رايح اشتري الكيبورد. صدف بوقتها لما دخلت المحل، كان بوقتها دخل واحد من اصدقاء قرايبي اللي كانت عنده شركة دعاية واعلان. كان بوقتها محتاج مونتير، وانا كنت بوقتها محتاج شغل، وقرايبي كان يدري بحالتنا احنا الاثنين. فالله يعطيه العافية رتب اللقاء، وصار اللقاء بينه وبينه، مع انه كان مفاجئ لكلا الطرفين، بس صار اللقاء. سولفت ويا المدير، قلت له يابا انا هذا شغلي، رابط القناة مالتي طبعا، وانا مأيس من روحي اصلا. قلت يعني مستحيل ما راح يشغلني عنده بهذا المستوى مالي، لازم اتطور اكثر، خصوصا اني جاي اشتغل برنامج يعني ما مطلوب بالسوق اللي هو كاب كات. المطلوب بالسوق هو حاليا ادوب بريمير دافنشي. فمن شاف الفيديوهات مالتي قال تعال اشتغل. طبعا انا قلت له انتظرني هنا خلص امتحانات بالبدايه وبعدين نتفاهم. فمصري خلصت امتحانات الفاينل، رحت له. لما رحت له طاني فيديو منتجته، عجب الفيديو. كذا انا خلاص لقيت شغل الحمد لله والشكر، وفعلا لقيت شغل. يعني اشتغلت عندهم اسبوع اسبوعين لحد ما خلصت شهر كامل، واستلمت بوقت اول راتب واول فلوس كاش من المونتاج يا حبيبي. كنت بوقتها طاير من الفرح، يعني ما مصدق انه انا بديت بداية تحت الضعيف. يعني كنت ابوق التليفون واسجل ومنتج، وهسه حاليا صار مصدر رزق. فملخص القصة كلها انه البداية ما تهم، مهما كانت بدايتك يعني ضعيفة كلش متوسطة، المهم انك تبدي. ثانيا ما يهم ايش قد راح تشتغل، المهم انك تكمل وتستمر، لان اخر شيء راح توصل ان شاء الله رب العالمين. ما يضيع تعب احد، ترى هاي قاعدة ثابتة. الا اذا كان فد شيء يعني مو زين الك او مو من صالحك، فما راح يخليك توصل له. ثالثا لا تهتم باراء الناس مهما كانوا، يعني اهلك اصدقائك اقاربك، لا تهتم بارائهم يا حبيبي. كمل ما دام انت واثق من شغلك، واثق من الهدف اللي انت جاي تشتغل له، والمهم انه الشغل اللي جاي تشتغله حلال يعني مو حرام. وبس هي هاي كانت القصة، او كانت يعني بداية قصة جديدة من حياتي، من شخص ما عنده حتى تليفون الى مونتير يشتغل بشركة وعنده مصدر دخل من هواية هو يحبها. يعني صراحة واحد لما يشتغل شغلة بغض النظر عن الراتب ان كان قليل او هواي، المهم انك تشتغل شغلة تحبها. يعني تدخل للشركة او تدخل موقع الشغل مالك، يكون ما تحس بالوقت وهو يمشي، يعني تقعد تشتغل قبل تلقى الوقت خلص تطلع وانت يعني متونس ومتعلم اكثر، بدل ما تدخل لاختصاص انت مجبور عليه وتشتغل شغل انت مجبور عليه وما تحبه اصلا. فيا ابو هاي نهاية القصة، وان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي. ترى الفيديو الجاي ما راح يكون فيس كام، الفيديو الجاي هم راح تكون شخصية نارك تطلع. بس انا بهذا الفيديو يعني حبيت انه اقدم ستايل جديد بالتصوير، وحبيت انه اشوف مهاراتي المونتاجية بالمقدمة بس، ولا بقية الفيديو راح يكون مونتاجه جدا بسيط وسمبل حتى ينزل بفيديو بسرعة. والفيديو الجاي راح يكون على التلاعب النفسي وشلون تحمي نفسك من المتلاعبين. لخ 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 ما احرق عليكم اكثر، واشوفكم بالفيديو الجاي ومع السلامة. شلون اسوي؟ يا حبيبي.